السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. واحد الكيكة تحفة سهلة وبسيطة بمقادير كما العادة كما وصفتوا أختكم، مقادير متوفرة في كل بيت بذوق الليمون. يعني بسم الله ما شاء الله، صلوا وسلموا على رسول الله. بعد بسم الله طريقة التحضير كالآتي إن شاء الله. عندي هنا هادو المقادير اللي راهم قدامي، مقادير بسيطة كما راكم تشوفوا. لاستوس في هذه الكيكة ما فيهاش بيض. هنا عندي 2 علب من الياغورت، وحدة طبيعية الياغورت الطبيعي، وحدة بذوق الليمون كما شفتوا، والله تعطي واحد النكهة تهبل في الكيكة ديالنا. هنا عندي فنجان تاع لاتاي، نص فنجان تاع لاتاي تاع الزيت. المقادير مضبوطة، يعني ما يعني تخدموها وتنجحوا فيها إن شاء الله. هنا عندي 3 مغارف تاع السكر كما تعرفوا أختكم، ما كترش من السكر العادي. تخلطوا مليح هادو بالفوي، الزيت والياغورت والسكر حتى يتخلطوا مع بعض ويذوب لنا السكر تماما. هنا عندي الفلون فاني، ديروا ان باكي تاع فلون فاني. وتخلطوا مع المقادير اللي ذكرتها لكم. تخلطوا مليح مليح باش يذوبوا الحبيبات تاع الفلون وحبيبات تاع السكر. كما راكم تشوفوا الكيكه ديالي ما فيهاش بيض. هنا زيت نص مغرفه تاع لافاني باش تعطينا الريحه الطيبه. الخميره الكيميائيه نزيدو نص نتاع الباكي، منحبش انا ما حبتهاش تكون عاليه، حابه الكيكه ديالي تكون يعني الارتفاع ديالها ماشي كبير. دوك تشوفوا في نهايه الفيديو ان شاء الله تكملوا الفيديو للاخير. والله صدقوني واحد الكيكه بالليمون تهبل. هنا نزيد كاس نتاع لافارين مغربل، لازم نغربلو لافارين ديالنا باش تنجح لنا الكيكه. هذه مختلفة نوعا ما في الشكل على لا طارت سيترون كلاسيك هذيك اللي نعرفوها كامل. انا زدت هنا لافارين بشويه، راني نكمل في الكاس تاعي كما شفتوا. وما تستلزمش لو فوي غير يعني بالباطور، عفوا ديروا غير بلو فوي اليدوي. من جهة أخرى عندي هذا المول، أنا عندي هذا القالب تاع القلب حطيته بالزيت. تحبوا زيدوا شوية لافارين باش ما تلصقلكمش. أنا زيد شوية لافارين وحطيت العجينة اللي تحصلت عليها. كنت شعلت الفور ديالي على 180 درجة. تقدروا تقلوا وتنقصوا خاطر يقدر يتحرك لكم كل وحدة والكوشة ديالها. تقدر على 170 درجة. طيبته حوالي 20 دقيقة. من جهة أخرى راح نحضر الكريمة. هنا عندي نص كاس نتاع عصير الليمون، عندي 2 مغارف تاع السكر، هنا عندي نشا 2 مغارف ونص تاع نشا مغربل. نخلطو كلش بارد في بارد. راني درت لكم، ما حبيتش نسرع لكم الفيديو باش يعني باش تنجحوا في الكيكه هذه. والله جات تهبل وبنينه بسم الله ما شاء الله لسهرات رمضان. سمحوا لي على التصوير. هنا زدت هذا العطر تاع الليمون،
يعطينا واحد الريحة واحد البنة لاكخيم تاعنا. كريمة الليمون. أنا السكر ما زيدش، إلا حبيتو تكترو السكر خاطر غير بلي متجي شوية قارصة، أنا نحب الكو ديالها هادي. كي طابت لاكريم ديالي ديتها للنار، كي طابت زيدتلها مغرفة نتاع الزبدة وزيدتلها مغرفة نتاع لافاني باش نعزو النكهة. حركتهم مليح مليح وخليتهم. من جهة أخرى راح نحضر لاكريم شونتيي باش نزينو الكيكة ديالنا. هنا عندي كاس نتاع لا شونتيي بنص كاس تاع الحليب. سمحولي على تحدف لي المقطع، ما تكتروش الحليب باش ما تجيكوش لا شونتيي جارية. بعد ما طلعنا لا شونتيي تاعنا، شوفوا درت لكم هذه الحركة باش تشوفوا بلي راهي ناجحة. طابت الكيكة ديالنا بسم الله ما شاء الله، ما تحمروهاش بزاف، خليوها ذهبية. حطيناها، شوفوها كيفاش الارتفاع ديالها ما جاتش عالية، انا حبيتها هكذا خاطر حطيت غير نص باكي تاع الخميرة الكيميائية. دوك نحط فوقها هذيك لاكريم، كريم السيترون ولا كريمة الليمون، نحاول نديرها نيطاليها. وزينت بقشور الليمون بلا كريم شونتيي بلاطوش هذيك. والله جات احلى كيكة ليمون ممكن تحضروها بدون بيض، على ضمانتي. ان شاء الله تدعولي، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديدي. تعليق حلو كيما نتوما، صحة فطوركم.